يا سيدي السلام عليكم. وعليكم السلام. يا سيدي الايامات بطلت ما عادش نعمل سكيتش على الحكومه، وتفك علينا اخوي. لا حكومه تو نبدل شويه، نعمل سكيتش على ما قبل الزواج ومن بعد الزواج، ونحكي شويه على في اعماق البحار. اذا بقى اخويا ما عطانيش قلبي خاطر شميتها قارصه هكا شويه، مشيت نشري الجريد. حالة الجريده يا سيدي باش نقرا شويه اخبار. الاخبار الاول يا سيدي قال لك الوزير الداخليه الجديد هذا قال لكم قضيه شكري بالعيد من اولوياتي. باهيه مالا من اولاد شكون؟ من اولاد خليفه العطار؟ فسر لي نحب نفهم واش معناتها من اولوياتك؟ معناتها داخلها بتكامبين انت، معناتها الوزير اللي قابلك سي علي العرايد ما كانتش من اولوياته، معناتها كان عاملها هوايه. معناتها سي علي العرايد كانت هوايته جمع التوابع البريديه والبحث عن قاتل شكري بالعيد. اسمع سيد الوزير، انا قلت من توا كيما سي علي داخلك من باب القدام يراو خارجك من باب التالي، راه ما تعرفش عليه. نقول لك خذها في راسك. سيدي الاخبار الثاني، الاخبار الثاني قال لك شو اسمه هو سي مصطفى بن جعفر تلفت انا قال غزر في الجديد قال بصراحه تريشني. بالله يا اخي انت تريشت ولا نحن اللي تريشنا؟ نحب نفهم. وسامحني سي مصطفى اذا كان انت اللي تريشت وريش شكون الدجاجه وشكون السردوك يا وليد عم؟ جاوبني نحب نفهمها هذه. وعندك خبر واحد اخر، الاخبار واحد اخر هذا يقتل بالضحك. غزر شو اسمه بتاعنا سي نور الدين البحيري قالوا قعدنا اسابيع نفركسوا في عصافر باش عملنا الحكومه. يا اخي تكون في الحكومه بالعصافر؟ فسر بالبزاو وش معناتها؟ فسر لي معناتها يا اخي نعملوا في حكومه ولا نعملوا في محميه اشكل؟ ما فهمتيش هيك. واقوى اخبار هذايا واسمع على فكره ساعه قبل متعادل الاخبار الثالث. اسمع سي معناتها اعمال الحكومه بالعصافر معناتها وزير فوق الشجره يحسب خاطر 10 هاك. سي نور الدين لم العصافر وهوج والله ما يجي المرزوق من بعد كله يفرطهم لك هاك. على ذكر المرزوق اسمع سيدي السيد الرئيس بتاعنا قال لك طلع يخدم في الجزائر ويخلص في 50 مليون. ما عندناش مشكله سيدي، انا فرحت كي قريت الاخبار هذا قلت طيب على الاقل وعنا رئيس يخدم. ما عندناش في الجزيره جيت بحذنا نحن، جيت عنا كثر ربي كان القنوات، عنا الجنوبيه، عنا الوطنيه، عنا المتوسط، عنا التونسيه، يجي بحذنا يجي رانا نشجعوا المواهب الصاعده اللي كيفك انت. يجي اعمل لك يوميات مواطن ثماشي ما تقرب شويه المواطن يا سياده الرئيس. وعندك حاجه اخرى هذا اقوى اخبار. عمك حبيب اللوز قال لك ختان البنات يساهم في جمال المرأة. معناتها واحد ننسي 10 ما مزيانه يغزر لك يقول انا ننسي غايتي برا يرحم الطهار لي طهرك. وتو كما قال شكسبير هذه النهايه ومازال محمد العربي المازني.